أكبر كشف في التاريخ المعاصر وأهم يوم في تاريخ الحضارة المصرية. 4 نوفمبر يوم مهم جدا في العالم كله، وقصة مصر صعيدي محدش عارف عنه حاجة في التاريخ. هو ذكرى يوم عالمي في مجال التاريخ والآثار، واليوم ده هيغير مجرى التاريخ في العالم كله تقريبا بسبب طفل مصري عنده 12 سنة. سنة 1874 اتولد طفل هيكون ألمع اسم في مجال البحث الأثري، وهو هوارد كارتر في مقاطعة كنسينجتون في لندن. وزي أي حد مشهور في بداية حياته، عاش طفولة قاسية جدا من غير أبوين. عاش مع عماته اللي عملوه بطريقة غير آدمية لحد ما قرر إن هو يسيبهم ويسافر على مصر وهو عنده 17 سنة. عاش في مصر واتعلم الرسم والنشر سنة 1891، وبدأ حلمه في الكشف الأثري اللي هيشهر اسمه في العالم، تحديدا لما كان من ضمن واحد من اللي اكتشفوا آثار أمراء الأسرة الوسطى في بني حسن، وبدأ يتدرج في المناصب. في الفترة دي كانت كل المقابر الملكية يا إما منهوبة يا ناقصة، ما كانش فيه كشف أثري عظيم انكشف عنه النقاب في الفترة دي، وكلها كانت مجرد أحلام. فضل كارتر يحاول يدور على كشف أثري ونجح إنه يلاقي بقايا آثار للملكة حتشبسوت، لكنه ما كانش لسه الكشف الكافي ليه. سنة 1899 اتعرض عليه وظيفة في المجلس الأعلى المصري للآثار وقبل بيها، لكن نتيجة لخلاف مع حراس المقابر وسائحين فرنسيين قرر إنه يستقيل ويبتدي في العمل الحر. لحد سنة 1907 كان بيدور على كشف يروي حلمه ويشفي غليله من اللي شافه. سنين كتير كان بيحاول يوصل للحلم بتاعه وما كانش حد راضي يصدقه، وما كانش قادر يقنع حد بتمويل مشروع التنقيب عن الآثار، لأنه ما كانش فيه دلائل إن هم ممكن يقدروا يلاقوا حاجة عدلة. لحد ما اتعرف كارتر على هاوي غني اسمه اللورد كارنافون اللي اتحمس عن البحث عن الملك المجهول وقرر إنه يموله المشروع. من سنة 1907 لسنة 1922 كان كارتر عمال يصرف فلوس اللورد يمين وشمال ويحفر هنا وهناك ويسأل الأهالي ويروح ويجي ومفيش فايدة. عمال يكتشف في مقابر فاضية ومسروقة وحاجة مخيبة للأمال خالص، لحد ما حس اللورد إنه بيحرد في مية، وحصلت الخناقة بين كارتر واللورد كارنافون لحد ما قرر كارنافون إنه تكون السنة دي هتكون آخر سنة يشتغل معاه في الحوار ده، وقدامه الموسم ده بس يا يلاقي حاجة يا مفيش فلوس تاني. يوم 4 نوفمبر سنة 1922 هوارد كارتر والعمال والبعثة اللي معاه كانوا واقفين قدام مقبرة رمسيس السادس وقاعدين خلاص مفيش أمل إنهم يلاقوا حاجة، وكان معاهم طفل مصري من أهل البلد اسمه حسين عبد الرسول. كان طالع معاهم وظيفته إنه شايل زي المية عشان يسقيهم في الطريق. المهم حسين كان وراهم وقرر إن هو ينزل ويثبت الزير على الأرض علشان يرحم كتفه من الوجع، ومسك العصاية بتاعته عشان يحفر حفرة صغيرة يحط فيها زير المية. وهو بيلعب بعصايته لقى ملامح حجر بتظهر قدامه، ولأن حسين من عيلة عبد الرسول فعرف إن الحجر ده بداية مقبرة فرعونية، فساب الزير والعصاية وجري بسرعة على كارتر. ففضل حسين ينادي عليه، فبصله وسأله عايز ايه يا حبيبي؟ فحسين قال له شكلي كده لقيت مقبره فتعالى بص. كارتر جري ناحيه الزير ومعاه البعثه، وكانت المفاجاه مدخل مقبره جديده وواضح انها متبرشمه. بعت كارتر للورد في لندن وقال له يجي بسرعه علشان شكلهم لقوا مقبره حلوه ولازم يحضر فورا. يوم 22 نوفمبر جه اللورد والعمال كانوا نظفوا مدخل المقبره ووصلوا للمدخل ودخلوا المقبره مع بعض، وكانت النتيجه اكبر واحسن مقبره تم اكتشافها في التاريخ المعاصر، مقبره الملك الصغير توت عنخ آمون اللي بقت أيقونة الآثار في العالم لحد النهاردة، وألهمت كتاب في كل أنحاء العالم بكتابة قصص عنها. حتى لعنة الفراعنة خرجت بسبب الكشف ده، علشان موت العمال واحد ورا التاني، وموت اللورد بسبب قرصة بعوضة خرجت من المقبرة، وموت الكناري اللي بياخدوه معاهم علشان يختبروا نقاء الهواء بقرص التعبان. وتخيل كم الافلام والقصص اللي اتكتبت بسبب الكشف ده، ملايين الدولارات اللي اتصرفت على رحلات سياحيه وبحثيه في الدير البحري، واسم مصر اللي اترفع في السماء، الاخبار اللي هزت العالم كله في امريكا واوروبا بسبب الكشف الاثري ده، بزوغ السياحه الفرعونيه في العالم لحد النهارده بسبب الطفل حسين عبد الرسول مكتشف المقبره الحقيقي واللي تم تجاهل دوره بالكامل ونسب الكشف لكارتر. لكن حسين عبد الرسول ما خرجش خسران. حسين كان بيحظى باحترام كبير وسط البعثه اللي عارفه دوره الحقيقي في الكشف، ومن فرحه كارتر بالكشف اللي خلاه اشهر عالم اثار في العالم كله. دخل المقبره وخد العقد الذهبي للملك توت عنخ امون ولبسه لحسين، وامر مصور البعثه انه يصوروا الصوره التذكاريه بيه. الصوره دي لحد النهارده بتفتخر بيها عائلته، وكانت فتحه خير
لحسين عبد الرسول اللي عاش حياته كلها ما يشتغلش وياخد فلوس من السياح على حس الصورة دي والقصة كلها. أما عن كارتر كان حظه وحش إنه اكتشف المقبرة في فترة كان الوضع المصري فيها مشتعل. ثورة 1919 كانت قامت وخلصت ومصر بقى ليها السيادة، والسلطان فؤاد بقى ملك وبقى له السيادة في مصر، وحزب الوفد بقى ليه زعيم اسمه سعد زغلول واسمه بيلمع بر. قبل التاريخ ده كان المناقب عن الآثار كان بيقسم الكشف الأثري بينه وبين الحكومة المصرية، يعني كارتر كان هياخد نص المقبرة لحسابه الشخصي وكان هيبقى أغنى رجال العالم. وعلى أثر الموضوع ده كارتر قفل المقبرة وبدأ يحصر في القطع الأثرية، وشكرا بقى ناخد اللي ناخده. ولكن سنة 1924 وبعد سقوط الدولة العثمانية واستقلال مصر الرسمي والبحث عن الهوية الفرعونية، خرج سعد زغلول ومعاه أحمد لطفي السيد ومرقس حنا في فندق سيميراميس. وطلع سعد زغلول في خطاب حماسي للأمة بيرفض فيه قفل المقبرة وخروج آثارها بره مصر، وإن كارتر ملوش الحق إنه يطلع قطعة أثرية واحدة بره مصر. وقال كلمة مشهورة جدا: لنصوب مدافعنا نحو وادي الملوك فليحيى الوزير توت عنخ آمون. وتحولت مقبرة توت عنخ آمون لقضية سياسية باحثة عن هوية وسيادة مصرية خالصة، لدرجة خروج شعارات وصحف بتصور سعد زغلول كأيقونة وحوالينه كوش فرعونية كرمز للهوية المصرية وقتها. فكارتر اتعامل مع الآثار بإهمال وكان سبب في سوء حالة المومياء، وهرب وسرق مقتنيات كتير قوي لبريطانيا. واللي هربه كارتر ما يجيش حاجة من اللي كان هياخده قبل قرار سعد زغلول. والمقبرة اتقفلت نهائي على الإنجليز سنة 1932، فكان انتصار كبير قوي لمصر وقتها. ورجع كارتر لبريطانيا بعد ما قرر التقاعد عن التنقيب، واشتغل وكيل للمتاحف ومقتني التحف والآثار، وجاله اكتئاب ومات بالسرطان بعد 7 سنين من رجوعه. وفي 2015 الحكومة اختارت 4 نوفمبر وهو العيد القومي لمحافظة الأقصر وذكرى اكتشاف الطفل حسين عبد الرسول للمقبرة، واللي بالمناسبة اللي كتب عنه كارتر في مذكراته باسم ذا ووتر بوي، واللي كان السبب في كل اللي حصل بعد كده. مش كتير يعرفوه ولا يعرفوا دوره، وغالبا محدش يعرف عيلة عبد الرسول إلا كعيلة لتجارة الآثار، واللي تناولها المخرج شادي عبد السلام في فيلم المومياء، مع إن دور حسين كان مهم جدا في التاريخ بتاعنا. افتكروه بالخير.